بدل جايه لكم شماره كده، يبقى انتوا عرفتوا خلاص انا هعمل ايه. اكيد مش هتخانق يعني. نلعب الصدور كده ونسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اول مره من يوم ما ام حنين اشتغلت في القشطه يجي لنا مرتجع، وعشان كده حبيت اشارككم المرتجع بتاع النهارده، عشان انا حلفت للعميله لانها كلمتني، وانا حلفت لها ان انا هصور لها المرتجع ده بما يرضي الله، وهقول وهشهد وهتشوفوا بعينيكم بما يرضي الله اذا كان اللي هي بتقول عليه حقيقي ولا لا. هي حوريه المرتجع بسم الله الرحمن الرحيم. صفيحه قشطه ده نص، ده كده نص صفيحه، ودي اللي هي فتحتها وده النص التاني بتاع الصفيحه. طب العميله رجعتها ليه حوريه وايه الاسباب وانت عايزه تثبتي لها ايه؟ كل ده هوريه لكم في الفيديو دلوقتي. العميله ما قالتش ابدا ان هي طعمها وحش، ولا قالت ان هي وحشه، ولا حتى خضتها ولا طلعت منها السمنه. هي علقت تعليق للاسف هي ما شافتهاش، هو ابنها اللي شافها مشكورا يعني، وكان ده تعليقه. فهنشوفها مع بعض ونقول راينا بما يرضي الله، وربنا على ما اقول شهيد. يلا بينا نقول بسم الله. بسم الله. انا بس كان نفسي هي تشوفها بعينيها تشمعها، بس انا اول ما كلمتني بتقول لي في اول المكالمه، هي كانت فاكراني ام حنين، فبتقول لي في اول المكالمه يا ام حنين انا ابني طلب القشطه منك وطلعت مش قشطه. قلت لها اولا انا حوريه واهلا بحضرتك يا فندم، وما تشيليش هم الاوردر نهائي، هبعت لك المندوب ياخده من عند حضرتك، بس قولي لي هي مش قشطه امال هي ايه؟ ده كده نص الصفيحه. قلت لها طب لما هي مش قشطه امال هي ايه؟ المشكله هنا ان هم فاكرين القشطه اللي هي قشطه وش اللبن. يا جماعه انا عمري في حياتي طلعت في فيديو قلت لكم ان دي قشطه وش اللبن؟ دي اسمها كريمه او قشطه، احنا بنسميها قشطه، بس دي القشطه اللي بتكون فوق الجبنه المبستره. يعني انت لما بتيجي تبستري الجبنه او تيجي تفصلي الجبنه من بعضها بيكون على وشها قشطه كريمه كده، هي دي الكريمه. تمام. هي قالت لي ايه بقى؟ من حلاوتها بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يا رب، من حلاوتها ابنها لما دقها قال لها دي زبده مش قشطه. طب انا بالعقل كده هديكي 15 كيلو زبده بسعر صفيحه؟ اكيد لا. فلما دقها قال لها دي عليها ملح، وللاسف للاسف انا لما دقتها والله ما عليها ملح، والله ما عليها ريحه الملح، هي فيها مزازه، ومن كتر دسمتها وطعمتها افتكرها زبده. بص من هنا وبقول لك يا حبيبه قلبي يا ست الكل، انا كان نفسي بس انا ما قدرتش اقول لك كده في التليفون علشان ما تفكرنيش ان انا عايزاكي تاخدي القشطه بالعافيه. انا كان نفسي تشوفيها بعينيكي. ليه بقى؟ هتقولي لي اصل ابني شافها. انتي ربنا يديكي الصحه والعافيه يا رب يا ست الكل، اكيد لو شفتيها ودقتيها بلسانك كنت هتتاكدي ان دي مش زبده ابدا. هنا بقى جريت لكم الفيديو جدا علشان تشوفوا، ما كنتش عايزه اقطع اي حاجه من الفيديو خالص. عايزه اقول لكم ان والله ان القشطه دي لو كانت طلعت مش قشطه او كانت طلعت مغشوشه او اي حاجه كان برضو الفيديو ده هينزل، علشان خاطر نرجعها برضو للناس اللي احنا بنجيب منهم، لان احنا مش احنا اللي بنصنعها يا جماعه، احنا بنجيبها من الناس. فكان هينزل اعتذار برضو لصاحبه الاوردر، وكنا هنرجع الاوردر ده ونجيب غيره. فاهميني؟ عايزه حضرتك تقنعيني دي كانت زبده ازاي. بصي الشرش اهو، ده كده في البدايه، لسه الشرش هينزل تاني. كانت زبده ازاي طيب؟ حليب، الشرش لبن حليب، والله ما فصلت الكاميرا دقيقه. ده الفرق ما بين الزبده وما بين الكريمه او القشطه. بص دي ميه، دي ميه اهي، ميه بيضه من الحنفيه، ودي الزبده اللي احنا لسه مطلعينها. عايزاكي تغسليها لي في الميه كده اهي، الزبده بتاعتنا اهي، اغسليها لي غسيل في قلب الميه اهي، ماشي؟ طلعيها من الميه واعملي كده زبده اهي، زبده يا جماعه. تمام. لو حضرتك كلفتي خاطرك وكنتي خدتي لو كيلو واحد عملتيه كنت هتتاكدي من مصداقيتنا. دول شويه الشرش اللي طالعين من الصفيحه كلها بسم الله ما شاء الله، بصوا ما شاء الله. هعمل بيه بقى شويه معجنات خطيره ان شاء الله بتبقى تحفه. بسم الله الرحمن الرحيم. دي كده دي زبده نص صفيحه، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. ودول كده نص صفيحه الثانيه، وفي رطل كمان اهو، في رطل كمان اهو.
بص كده كميه الصفيحه كلها، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ولا قوه الا بالله. انا عارفه ان شهادتي مجروحه، بس والله العظيم احلى سمنه واحلى ريحه سمنه تحب تشميها في حياتك هي سمنه ام حنين. روح الله يبارك لك يا شيخه، ربنا يبارك لك. والزبده اللي مطلعينها من القشطه دي بعد ما سيحتها، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، بسم الله. بصوا كده، شايفين اللون ذهب، اللهم بارك. انا بقى عشان النهارده شويه المرتة العسل دول عايزه اوريكم كمان شكل الشرش اللي طالع من الزبده او من القشطه كانه لبن حليب تبارك الله. انا كده يا جماعه قلت رايي بكل امانه وربنا شاهد عليا، والسلام عليكم.